فإن الشافعي يقول الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول. يقولون أنا لم أرى شجرة التفاح في حياتي، لكن فهمت من هذا الأثر أن الشجر الشامي أو التفاح الشامي شجره قصير، وأن كل امرئ يستطيع أن ينال ثمرته وليس طويل الشجرة. فكذلك العلم الشرعي ومنه الفقه كلنا يستطيع أن يتناوله. لا يغرنك كثرة الكلام الذي قلته قبل قليل وكثرة المحفوظات التي يطلب حفظها من طالب العلم من الكتاب والسنة وغيرها. فإن الشيخ تقي الدين يقول لما رد على كلام الأصوليين قالوا إنه يلزم حفظ آيات الأحكام، قال لا، ليس صحيح، لا يجوز للمجتهد أن يجتهد إلا أن يحفظ القرآن كاملا وغير ذلك. فإنك إن لم تستطع العلم كله فنل من العلم بعضه، ولا تكن كما قال المأمون رحمه الله تعالى الناس بين اثنين، إما طالب علم وإما قانع بجهل. لا تكن قانعا بجهل، فاطلب من العلم ولو أقله، واعلم أنك كلما زدت فيه كلما زاد فضلك وخيرك ودنوك من الله عز وجل.